الشيطان مش كافر بالله. بس كده عليت قوي. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج معلمين. الشيطان عدو للبشر مش عدو لله. الله، انت شارب حاجه يا ابراهيم؟ صارحني. اصل انا بشرب سجاير كتير. طب بيني وبينك يعني كده قيمه ومحدش سمعنا، مفيش حاجه جنب السجاير. لازم شاي مع السجاير جنبا الى جنب. طب خلاص، اتنين يا اصدقاء جنبا الى جنب. فهمت والله خلاص. ايوه جنبا الى جنب. ما خلاص يا هيما، بص يا هيما، طالما انت بتقول شاي وبتتكلم بالطريقه دي من خبرتي معاك يبقى في عبط جاي. اوعى تشرب شاي بعد اللحمه، اوعى. عيب، ده انا قديم. الله صحيح، ليه يا هيما؟ لو شربت شاي بعد اللحمه الامراض كلها هتجيلك يا غلبان. يعني معلم ممكن يكون ابراهيم خايف علينا. طب انا ابراهيم يا ابو قلب حنين، يعني عندك محاذير اخرى؟ لازم يا اصدقاء تشرب الشاي ويكون في فنجان ما يكونش كوبايه. ماشي، خش بقى عليا بالهبدايه كده وربنا يستر. اوعى تشرب الشاي بكوبايه بوجه، امراض الدنيا كلها هتجيلك. انا ممنون جدا يا هيما انك خايف علينا، بس برضه مش بحبك. يعني ما عملت حزنه من ساعتها. ما تشربش الشاي بعد ايه وتشربه في ايه، ونسيت اهم حاجه انك تقول لنا نشرب الشاي اصلا ازاي. هتقول لي ما هو اكيد مش بالتفاهه دي. هقول لك اللي يشرب شاي لازم يشربه بالطريقه الصحيحه. ايوه، قول لهم بقى الطريقه كده. الله يا هيما عبقري اوسكار. طب هيما عندك حاجه تاني في الموضوع ده؟ اللبن الوحيد اللي يتخن من غير ما يتمص، اي حاجه غير اللبن تتمص. ما دام وصلت للمرحله دي ما تكمل. انا مش هرد عليك. لا معلم، ناقص يقول لنا الشاليمو بالمره، يعني غلط. تشرب كمان في الشرموع، حتى العصير يا اخي بتشربه بشرموع. طب هيما يعني اكيد الشاليمو احسن من الصوت اللي انت بتعمله وانت بتشرب. هو ابراهيم معلش، يعني هو ما حدش نبهك من اللي عايشين معاك ان ده غلط؟ انا من العرق الآري من نسل ايران، وحيد في الدنيا، وحيد كمان في الدنيا. صحيح انا هيما، انا عمري ما سالتك يعني ايه عرق قاري. آري يعني يقرا، آري هو يقرا بس عن طريق حاجه ثانيه. اهبط كمان، عايز اتوب. طب بص، بعيدا عن التهزيق والهبل، سؤال: هو انت عايش وحيد ليه؟ يعني مامتك فين طيب؟ ماما موجوده، انا قاعد مع ماما، عايش مع ماما. ماما حلوه وغنيه كتير. ماما حلوه. انا مش عارف ليه يا هيما انت مصر تحطني في الموقف ده. طب معلش يعني هيما، سؤال بايخ: هو انت والحاج عايشين فين؟ ده سؤال بس عشان اتاكد من حاجه في دماغي يعني. تعرف مامتي انا ساكنه فين في الكويت؟ ساكنه في السلميه. انت متاكد؟ هتقولي ما هو بيقول لك اهو معلمي. هقول لك معلش يا معلمي، انا عارف. تعرف ان انا مامتي انا مغربيه من عائله بنجلون. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. طب واحنا كده قدامنا الكويت والمغرب، وهو قال عايش مع مامته بس يبقى هو عايش في لبنان. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اتفرج. انا من لبنان. الله يا هيما الله. طب بص يعني هيما، بيني وبينك كده اللبنانيين ما بيتكلموش بالطريقه دي اكيد فاتتك. يسمع الموسيقى رقم واحد، رقم والموسيقى يقبرني هالرقم والموسيقى. هو انت تخلص كل الكلام اللبناني اللي انت حافظه دلوقتي يا حاج هيما؟ طب ما تيجي يا معلم كده نساله سؤال غريب: وانت من مصر يا هيما؟ مش متوقع السؤال الصراحه. انا من دمياط، شارع الموبيليا. بس كده عرفنا يا معلم ان هو من اليونان. هتقول لي ده قال من دمياط. هقول لك لا يا معلم، اليونان اسمع مني. انا قلت لك انا من مصر، انا يوناني. ملك الثبات على الراي. طب بقول لك ايه، ما انت من شويه كده قلت انك رومانسي. تنصحنا يعني كده يا هيما في كيفيه التعامل بالرومانسيه؟ الستات يبقى ذوق معاهم، تاخد اللي انت عايزه، يبقى لطيف معاهم، يبقوا ظراف معاك، تعاملهم بظرف يعاملوك بظرف. يا سلام يا هيما، ايه الكلام ده؟ ايه خبر عقاب بيتكلم يا راجل؟ انا فخور بيك الصراحه. انت يا بنت دمك تقيل، انت يا بنت دمك يلطش. طب والذوق والظرف؟ بس ارجع اقول لك انا معلم ان هيما اكيد بيهزر او نسي، يعني كلنا بننسى. اضربك على وشك بالشبشب وتنزلي تحت رجلي تقولي يا سيدي انا شبشبك يرد الروح، يا سيدي انا. شبشب ايه يا عم اللي يرد الروح؟ انت كمان ما نمسك العقل بقى حبه. هيما بقول لك يا هيما، مفيش واحده كده وقعتك حبيتها؟ قول لي. انا فرعون بره، بس ادخل البيت ابص لعينيها اسخسخ. ما يمكن يبقى مرض عادي، ما تروح تكشف هيما. رحت للدكاتره وصحراء قالوا لي انت حاله نادره، مفيش كده في الدنيا. وصحراء؟ هو انت ليه كل جمله بتطلع منك مش طبيعيه خالص؟ طب بالنسبه للي بتبص في عينيها بتسخسخ دي، انت خرجت معاها يعني فسحتها يعني وكده ولا لا؟ حبيبتي يا اصدقاء بتفسحني، حبيبتي بتروق عليا، حبيبتي يا اصدقاء خدتني فسحتني. هي اللي بتفسحك يا اخي؟ انا بمسك لساني معاك بالعافيه والله. طب بقول لك يا هيما بجد، يعني ما تسافر غير جو يمكن. انا زهقت من السفر، انا عاوز استرخاء، متعه، يقظه، تشوق، اثاره، تامل. يا عم انت بتعمل اعلان فيلم انت كمان. يا عم قصدي سافر غير جو، اهي واضحه، سافر غير جو. زهقت من السفر، الله ينعل ابو السفر على ابو. لا انا ما اسمحلكش. انت سعيد الغير مبرر ده. طب بقول لك يا هيما، علك ما سافرت، انا مضطر انهي الحلقه على كده يا معلم. وما تنساش يا معلم تقول ايه رايك في الكومنتات اللي انا هنزل حالا ابص عليها دلوقتي. اكيد يعني برضو ما تنساش تبعت لي الفيديوهات اللي انت عايز نتكلم عليها. رجاء منكم يعني ان كلنا يا ريت ندعي لاخويا احمد بالرحمه والمغفره. اشوفكم في حلقه جديده. يلا سلام.